المباراة ب21 سنة بالرقم 30 غونزالو غارسيا الزعيم في هذه المباراة. ياسين بونو، كانسيلو، جامبوكسي، كوليبالي، لودي، نجم خط الوسط الفائز بدوري الأمم نيفيش، سافيتش، سالم، مالكوم، ليوناردو، ناصر الدوسري. في قائمة المدرب سيموني إنزاغي لم يحصل على الوقت الكافي بالكاد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يصل إلى تدريب الزعيم. أمامنا الحكم الأوروغواياني غونزاليز سيكون في غرفة الفيديو لمتابعة كل شيء في أحداث هذه المباراة التي تعد بالكثير من الإثارة ومن المتعة. قمة مباريات المجموعة الثامنة في مونديال الأندية. فاكوندو تيو حكم هذه المباراة من الأرجنتين. كل الأمنيات لحضراتكم بمشاهدة ممتعة عبر قنوات MBC أكشن، MBC 1 لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي الكبير. كل التحية لكم، نرجو أن نستمتع وإياكم في هذا الموعد الرياضي الكبير الفخم في هذه القمة المليئة بالنجوم، المليئة بالأسماء، المليئة بالفخامة وبالتاريخ بين طرفي المباراة النهائية لهذه البطولة في 2022. اليوم بداية العهد الجديد مع المدرب سيموني إنزاغي بعد أن فاز بالعديد من الألقاب. ماذا عن موسم بيلينغهام؟ ماذا عن ريال مدريد؟ ماذا عن تشابي ألونسو؟ انتهت حقبة كارلو أنشيلوتي بخيرها وشرها. اليوم ريال مدريد بعهد جديد مع نجمه السابق المايسترو نجم خط الوسط تشابي ألونسو، ولذلك سيكون الاعتماد على نجوم جديدة وأسماء شابة تحظى بالكثير من الثقة من المدرب الذي فاز مع ريال مدريد بالكثير من الألقاب. هذا هو ملعب هارد روك، وهذه الأجواء الاستثنائية، وهذه التحية بين الاسمين الكبيرين في عالم الكرة على مستوى التدريب. إنزاغي واجه ألونسو في مباراة واحدة بين ليفركوزن وإنتر. فاز ليفركوزن 1-0. الليلة ريال مدريد الهلال نهائي 2022 في المغرب. كان المواجهة الرسمية الأولى بينهما، انتهى لمصلحة الريال 5 أهداف مقابل 3. اليوم افتتاح المشوار في كأس العالم للأندية، الهلال وريال مدريد ملوك القارة. 16 17 18 و22 امام الهلال. كرة امامية، تغطية دفاعية تامينها حسان، مالكوم، سالم انتظار، هذه واحدة يا سيرجي التسديدة والكرة، لكن الحارس يتصدى. يا إلهي.